بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني من اخر فيديو. النهاردة هنعمل لكم العيش الفينو، حشي وقطن وخفيف. حاجة ما شاء الله تبارك الله، هتدبر وتوفر بدل ما تشتري من الفرن من برا وحاجات قليلة يعني بفلوس كتير. هنا عندي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. هنبتدي بسم الله. 3 معالق خميرة فورية، وعندي 3 معالق سكر. هنشط الخميرة الاول، هندوبهم كويس. والخميرة ما شاء الله أنا متأكدة منها، عندي من زمان شغالة بيها، عملت فقاقيع اهي. تبقى تمام الخميرة. هنجيب عليهم طبقين دقيق، حوالي 4 كوبايات دقيق يعني، ونص لتر مية. هندوبهم كويس، عجينة سايلة كده زي عجينة الزلابية أو أطرى شوية من عجينة الزلابية قوامها. هنغطيها، نركنها في مكان على جنب تخمر. هتكملش 10 دقايق ما شاء الله وتخمر. عندي هنا 3 كوبايات مية. هنضيف عليهم 3 معالق دقيق، نرفعهم على النار. هنا هنعمل المحسن الخبز، اللي هي احنا بنقول عليها في الصعيد العصيدة. هنفضل نقلب فيهم على النار. طول ما انت حطاهم على النار تقلب فيهم ايدك فيهم عشان هي ما يمسكش في الحلة اللي بتعمل فيها. هي ما شاء الله اهو ابتدت تعمل كتل اهو. هنقلب فيها لغاية لما الدقيق يستوي خالص معانا، يعني نفس حوار عجينة بلح الشام كده مثلا، تستوي على النار اهو. ما شاء الله ولا قوة الا بالله، فضلا وليس امرا. ما تنسنوش في اللايك والمتابعة عشان ربنا يجبر بخاطر ان شاء الله ويكرمني في القناة ونكمل الساعات. وبدعمكم وبكم ان شاء الله القناة هتكبر. معاكم بدأت وبكم هنستمر. خلاص العجينة استوت خالص اهو ما شاء الله. المحسن هننزلها في الحلة اللي هنعجن فيها، وننزل عليها كيلو لبن. كيلو اللبن ده بارد، مش حامي، مش سخن يعني. هنحطه عشان يضير السخونة بتاعت المحسن دي، ندوبهم في بعضهم كويس. هنجيب عليهم معلقتين ملح و4 معالق سكر. هندوبهم برضو كويس. وعندي كوباية زيت، سواء كان زيت حتى تموين، بس لو زيت نضيف بيكون أفضل، بيخلي الفينو ملهوش ريحة ويبقى حلو. عندي هنا من المج اهو، كبت شوية وخلت شوية يعني حط شوية في العجين وخلت شوية برا. لما اخلص العجين نلم بهم العجينة. هذه الخميرة اللهم بارك بعد 10 دقايق بالظبط، رغم ان الجو برد برضه، ملت الحلة وخمرت. عندي 3 كيلو ونص دقيق. هنا المية اللي انا حطيتها في الخميرة والمية اللي حطيتها في العصيدة، مش هنضيف مية خالص غير كيلو اللبن. ننزل بالدقيق ونحط الخميرة عليهم. هنفضل نقلب الاول بالراحة لغاية لما نلم العجينة خالص. صلوا على النبي وما تنسونوش بالله عليكم في اللايكات. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بالصلاة على النبي ان شاء الله كل حاجة بتكمل وبتتم وتبقى زي العسل. طول ما ايدك في العجين وايدك في الخبيز اذكر الله وصلي على النبي، الحاجة بتطلع تحفة حتى لو المقادير مش مظبوطة. انا والله بعمل المقادير بالبركة وبتطلع حلوة بالصلاة على النبي. خلصت اهو العجين، لميتها خالص. حطيت بقى كمية الزيت عندي وعجنت كويس عشان العجينة تعمل عرق وتبقى مظبوطة معايا، ما يبقاش الفينو مفرول كده ومفتفت ما تعرفيش تمسكيه اهو. ما شاء الله غطيتهم وركنتهم، كملوش والله ربع ساعة بالكتير. وهو الحلة اتملت اللهم بارك، حاجة فاخر كده اللهم بارك من الآخر. ابتديت نقطعهم كور ونركن على جنب على الصينية. هنا دهنت الصينية زيت برضو، دهنت الطبلية اللي هنعجن عليها زيت، اللي هنلف عليها الفينو اهو. نحطها زي ما انتوا شايفين، هنبططها مستطيل كده بالطول، وتلفيها وتقفليها كويس وتخلي التقفيلة دي من تحت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما شاء الله كانت شغلانتهم سخية وخلصوا بسرعة، وكملتهم والله كان يوم جمعة. خلصتهم قبل القرآن بتاع الجمعة والأذان. على بال ما خلصت تقطيع كانوا خمروا اهو. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الكمية من 3 كيلو ونص دقيق عملت كمية كبيرة. الكمية دي هنعملها ونعينها في الفريزر، وناخد منها يوميا يعني، ننزلهم من بالليل من الفريزر للعيال، نحطهم في كيس
الصبح تبدأ تحطيهم في سندوتشات، تعمليهم سندوتشات يعني. حطيتهم هنا، سخنت الفرن الأول، النار هادية مظبوطة، لا عالية ولا واطية، فرن الغاز دي بس. وإيدك فيهم بقى، تعرف انت النار بتاعتك وظبطيها منين تبقى عالية ومنين تبقى واطية، لغاية ما تطلعيهم من اللون الذهبي المظبوط الحلو ده. اديتهم تلميعة بمنديل وسحيت السمنة بلدي على وشهم. ما نحبش نحط البيض على الفينو بالذات. التلميعة دي حتة السمنة دي بالمنديل تديهم تلميعة حلوة ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة، وتسوية مظبوطة تحت وفوق، وقطن وخفيف وهش ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شايفين الكمية اللي طلعتها؟ ده غير اللي أكلوه العيال بالهنا والشفا قدام الفرن وهو ساخن. بعد ما طلعوا خالص وبردوا وهويتهم، لميتهم في أكياس ونحطهم في الفريزر بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا ضغطت عليهم بس بالسكينة، السكينة مش سخنة، فزي ما انتوا شايفين ضغط الرغيف عشان كده مفرفت من جوه. لكن العيش قطن وخفيف ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وسواه مظبوط. نسيت نقول لكم، حطيت معلقتين خل في العجين برضو، شكلهم مجوش في الصورة. مخلين العجينة قطنية وهشة وخفيفة، بتديها هشاشة وبتخلي العجينة بيضة ومنورة من جوا تخلي العيش لونها فاتح أيا كان. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شايفين الحلاوة والجمال؟ صلوا على النبي بالله عليكم. ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، فضلا وليس أمرا. إن شاء الله معكم بدأت وبكم هنكبر، وربنا ييسر لنا وييسر لكم كل الأحوال يا رب، كل الأمور، ويرضيكم ويرضى عنكم ويجبر خواطركم جميعا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. بعد ما طلعت الكمية الرصة الأولانية، حطيت الباقيين هم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، منظر العيش يشهي أساسا. الله اللهم بارك، وبألف هنا، بألف ألف هنا وشفا. عندي هنا 3 قطع جبنة من الجبنة القريش الفلاح اللي هي عندنا عادي، وعندي كوباية لبن وتلت كوباية زيت، وهنحطهم عندي في الكبة هنا. إضافات بسيطة جدا هتحط، بس ما شاء الله ولا قوة إلا بالله على النتيجة. هنضيف عليهم الزيت، بس الزيت يكون ده سبق تسخين وبرد يعني. وحطيت كوباية اللبن بقى منها ربع يعني، مرضيش نحطها كلها في الأول. ضربتها كويس. قرن الفلفل ده كان حامي خالص، ونص معلقة ملح، عشان كده الجبنة كان فيها ملح يعني، فعشان نظبط الملح بس. الفلفل كان حامي، محطش غير حتة صغننة منه. شايفين ما شاء الله، جبنة كريمي تحفة ولها لمعة، وكأنك مشترياها، وفي نفس الوقت حاجة مضمونة كأنك جايبها من برا. حاجة مضمونة، انت عارفة عاملة ايه وحاطة ايه لولادك ياكلوه بالصحة والعافية والهنا. وادي العيش الفينو اهو، ده كان تاني يوم تقريبا او تالت يوم، وهو ما شاء الله وقاعد زي ما هو محتفظ بضراوته. ما كانش في الفريزر، ده كان تاني يوم ما كانش في الفريزر، ده أنا خليت كمية بسيطة من برا، والباقي حطيته في الفريزر اهو. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. يلا بألف هنا وشفا، ونشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.